ايه نوع الدقيق اللي استخدمه؟ مهم جدا ان الدقيق اللي بنعمل بيه العيش الفطاير غير الدقيق اللي بنعمل بيه الكيك. له حاجه اسمها بنسميها العرق او نسبه الجلوتين فيه عاليه، علشان انا بعجنه واخمره واسيبه واعجنه واخمره، فلازم يمط معايا. انما انا مش محتاجه ده في الكيك، فلما اجي اشتري نوع دقيق اشتري نوع يا اما متعدد الاغراض او مخصوص لصناعه الكيك. ده بينفعني جدا ويؤدي نتيجه حلوه جدا في الكيك. طيب حاجه تانية مهمه جدا، البيض البيض البيض. لازم واحنا بنستعمل البيض واحنا بنكسر البيض ايديا تكون ناشفه. الاناء اللي انا بكسر فيه البيض ناشف تماما، مفيش حتى همسه رطوبه ولا نقطه ميه. الميه مع البيض تديني طعم زفاره على طول وتبوظ لي طعم اي حاجه فيها بيض. يبقى لا الاناء فيه ميه ولا نقطه ميه، اتاكد انه ناشف كويس جدا. المضرب اللي بضرب بيه لازم يكون ناشف كويس جدا. ايديا ما تكونش مبلوله وانا بكسر البيض، لان ممكن الرطوبه او نقطه الميه اللي في ايديا تنزل معايا في البيض وانا بكسره تبوظ لي طعم البيض. نخلي بالنا من الحاجات ديت، الدنيا هتمشي معانا سليمه جدا. نيجي نبص بقى على البيكنج باودر. يا ريت تبصوا على تاريخ الصلاحيه بتاع البيكنج باودر. هو البيكنج باودر بيفسد؟ طبعا بيفسد، سهل جدا، ولو اتركن مده طويله هتلاقيه فقد الفعاليه بتاعته وبقى طعمه مش حلو ومش هيخلي لنا الكيكه ناجحه. لو قابلتكم اي مشاكل في عمايل الكيك ابعتولي وانا مستنيه اسمع منكم ايه مشاكلكم، وان شاء الله هنحلها سوا وكلها حاجات بسيطه.